إن اختلاف أوضاع الأمم ناتج عن الاختلاف في منظومة القيم. وحين ندرس التاريخ الإسلامي نجد أن السلطة والوجاهة والنفوذ هي القيمة المركزية التي توجه حركة المجتمع العربي في كل المجالات وتتحكم في سلوك الأفراد. فكل شيء يؤدي إلى السلطة أو يوفر النفوذ أو يضمن الوجاهة أو يحقق المال هو في نظر الإنسان العربي شيء يستحق أن يضحى من أجله في كل شيء. وكل شيء يعوق هذه الغاية المحورية هو شيء يجب سحقه، حتى ولو كان قتل أعظم الرجال وحرمان الأمة من أنصع وأصلح القدرات وهدم الكعبة أو استباحة المدينة أو إبادة آل الرسول عليه الصلاة والسلام. يؤكد ذلك أن العرب قد تمنعوا عن قبول الإسلام تمنعا شديدا وبطيئا، ولم يستجب له معظمهم حتى أصبح انتصاره حقيقة واقعة وبات وعده مستحيلا. ثم إنه قبل أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر التنازع على السلطة، وما كاد ينتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم حتى ارتد معظم العرب، وثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة قتلوا غدرا، ولو طالت مدة أبي بكر رضي الله عنه لربما كان أيضا من المقتولين. وعمر بن عبد العزيز مات مسموما. وقبل أن يجف قبره صلى الله عليه وسلم قامت دولة الإسلام نفسه بغزو مدينته وإذلال ما بقي من صحابته وأحفادهم، كما قام بهدم الكعبة وإعمال القتل بأهلها الآمنين. واغتيل الحسن بن علي بالسم الممزوج بالطعام، وصلب عبد الله بن الزبير وكأنه من قطاع الطريق. وبعد سنوات قليلة من موت الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه قومه في أهله شر خلفة، فبعد أن فرغوا من صلاتهم التي فرض عليهم فيها أن يصلوا على محمد وعلى آل محمد، ولكنهم بعد صلاتهم المليئة بالتمجيد اللفظي لآل محمد قاموا بقتلهم جميعا، سوى طفل واحد أنجاه الله من القتل فحفظ النسل النبوي. لقد كانت مذبحة فظيعة وشنيعة لم يشهد التاريخ لها مثيلا من قبل ولا من بعد في أي أمة تحترم نفسها. ومع ذلك يمر التاريخ العربي بهذا الحدث الفظيع الشنيع وكأنه حدث عابر مبرر، دون أن يتوقف عنده ليقول الخطأ خطأ وليقول للصواب صوابا. ولم يكتف القتلة بالذبح المهين، وإنما داسوا الجثث الطاهرة بالخيل إمعانا في الإذلال والتنقيل والانتقام، ونخروا الجثث الكريمة بالخناجر والسيوف تعبيرا عن الكره والحقد، وقطعوا رؤوس الرجال الصلحاء كما تقطع رؤوس الخراف، وطافوا برأس الحسين في الأمصار كما يطاف بأعتى المجرمين. ولم يفعلوا ذلك جهلا بهويتهم، وإنما كان يعرفون أنهم أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يعرفون أنهم يفعلون كل هذه الشناعات بآل الرسول الذين كلفهم الله بأن يصلوا عليهم في كل صلاة. كل هذه التناقضات الشنيعة تحصل دون أن يحس به الإنسان العربي، لأن الأحداث المروعة تقدم له بصورة عابرة ومبررة. أما الذين وعوا هذه التناقضات الحادة فإنهم بعد 14 قرنا من هذه الأحداث الشنيعة المروعة يشعرون بالعار أن يحدث هذا في تاريخ أمتهم. وعلى سبيل المثال فإن المبدع السوداني الطيب صالح يصف الجيش الذي أباد آل الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: كأن الشياطين ظهرت في صورة البشر، تجد ذلك أوضح ما يكون
في سلوك سنان بن أنس الذي حمل رأس الحسين ووقف به على فسطاط عمر بن سعد وأخذ يصيح كأنما تلبسته الشياطين: املأ ركابي فضة وذهبا، أنا قتلت السيد المحببا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبون نسبا. هكذا يعلن الفاجر بأنه قتل خير الناس، أما قتل خير الناس أما وأبا، فهو لا يجهل من هو هذا القتيل، ولكن هذه المزية الكبرى تهون عنده أمام حب السلطة وحب المال، فالمهم أن تبلى ركابه فضة وذهبا. إنها سلسلة لا تتوقف من المخالفات الكبرى التي حولت مسار التاريخ الإسلامي وحجبت عن أهله وعن الإنسانية أجمع الكثير من بهاء الإسلام وعظمة تعاليمه. إنها أحداث مرعبة تزلزل الوجدان وتكشف بأن الشخصية العربية وقيمها الهزيلة تنطوي على خلل جذري جعل حب السلطة وحب المال وحب الجاه والنفوذ يهيمن على كل القيم الرفيعة أو يمسخ محتواها ويسوغ الفصل التام بين القول والفعل. لذلك خاطب الله تعالى العرب وهو العليم بما يفعلون بقوله سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إننا حين نقرأ تاريخ المغول نقرأه باشمئزاز بوصفهم يمثلون أحط حالات الهمجية، لكننا نجد في التاريخ العربي أن العباسيين حين استولوا على السلطة أبادوا بني أمية عن آخرهم، ويتكرر المشهد في التاريخ العربي طيلة العصور التالية، بما في ذلك أحداث الانقلابات العسكرية في هذا العصر. وإذا نحن وصلنا إلى ما يعتبر من أزهى عصور الإسلام من الناحية الحضارية، نجد أن المأمون استخدم سلطته لمصادرة الفكر وقهر الرأي وإرغام العلماء على القول بخلق القرآن، وهي حماقة شنيعة لا يحصل مثلها في أي مجتمع متحضر يحترم الإنسان والفكر. وكان رد الفعل لهذه الحماقة أيضا حماقة أكبر، حيث أنه بسبب هذا التصرف الأحمق من المأمون انتشر التوجس من العقل، حتى انطبع هذا التوجس في الثقافة العربية في كل العصور التالية. فبالعقل صار الإنسان إنسانا، وبالعقل صار أهلا للتكليف، وبالعقل صار أهلا للعلاقة المباشرة بخالق الكون، وهي أعظم وظائف الإنسان. وأفتحب السلطة والاقتتال، هل أنا مثلهم محدد؟ وأفتحب السلطة والاقتلال المرير من أجلها لازمت العرب أينما حلوا، فقد حكموا الأندلس 8 قرون، ولكن بسبب التنازع على السلطة ضاعت الأندلس إلى الأبد، ولم يؤخذوا على غرة، وإنما ظل الأسبان يطاردونهم 4 قرون كاملة وهم يزيحونهم من الشمال إلى الجنوب حتى لم يبق عندهم إلا غرناطة، ومع ذلك ظلوا يقتتلون ويستعينون بالنصارى على بعضهم. ورغم الهزائم المتلاحقة طيلة 4 قرون فإن التنازع على السلطة هيمن على كل الأجيال، مما أدى إلى محقهم جميعا واقتلاع الإسلام من قارة أوروبا بأكملها. وطيلة التاريخ العربي كانت التغييرات تأتي نزاعا على السلطة، وليس من أجل نشر الحق أو إقامة العدل أو الغيرة على مصلحة الأمة. فالتاريخ العربي لا يعرف الثورات الاجتماعية، وإنما كانت تحصل التقلبات والقتل من أجل إزاحة زعيم وإحلال زعيم آخر محله، أو سحق أسرة حاكمة،
وإحلال أسرة أخرى حاكمة، فكأنه لا قيمة لكل الناس، وإنما القيمة وحدها لمن يحكم هؤلاء الناس. لذلك لم يشهد التاريخ العربي أي تغيير يستهدف مصلحة المجتمع. إن السلطة هي القيمة المحورية في الثقافة العربية. أما الوصول إلى هذه السلطة فلا يتحقق بعظمة الإنجاز ولا برفيع الأخلاق ولا بصلاح الغاية، وإنما انحصر عند العرب بعاملين لا ثالث لهما: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هكذا بكل بساطة ليس بين الإنسان وبين السيادة سوى أن يشبع البطون أو يقطع الرؤوس. إنها قيم هزيلة لا تنشئ حضارة ولا تصنع إنسانا سويا عادلا حرا. وفي القرن العشرين ما كادت الدول الاستعمارية تطيح بدولة الخلافة حتى صار العرب أشد المجتمعات تشتتا واختلافا، وبات لهم 22 دولة، وكان عدد السكان ضئيلا في بعض هذه الدويلات الكسيحة وقت استقلالها، إلى درجة أنهم لو وزعوا على سفاراتها لما كفوا كموظفين. لذلك تخيل لو أن العرب هم الذين هاجروا إلى أمريكا الشمالية، وهم بهذه الروح التنافرية الانتهازية، كيف سيكون حال هذه القارة السعيدة الآن بوحدتها؟ وقارن هذه الصورة المتخيلة بصورتها الحالية الباذخة. فلو أن العرب هم الذين اكتشفوا أمريكا واستوطنوها لصارت 100 دولة، بدلا من كونها الآن دولة واحدة تهيمن على العالم كله. إن قابلية التشرذم هي امتياز عربي بإطلاق، فالصين تمثل أكثر من 5 سكان العالم، وهي متحدة منذ آلاف السنين، ومع أنها تضم مئات المذاهب والأديان والأعراق واللغات فقد استمرت متماسكة كل هذه القرون. فتخيل وضعها لو انتقل إليها وباء التشرذم العربي، ماذا ستكون حالها؟ إن حالة العرب هي حالة استثنائية في قابلية التقزم والتشتت، وفي وحدة التناقض، وفي حدة التناقض بين الأقوال والأفعال، وبين المبادئ والأقوال. فالأمة التي أراد الله لها أن تكون خير أمة أخرجت الناس هي اليوم تقدم عن الإسلام وعن نفسها أسوأ صورة يمكن أن يتخيلها الإنسان. بل إن أية مراجعة فاحصة للتاريخ العربي سوف تكشف بأنه لم يختلف اثنان إلا انحاز الناس إلى أبعدهما عن الحق وأقربهما إلى الجور، مما جعل الأوضاع العربية تسير بانتظام نحو المزيد من التدهور والتمزق والانحطاط، فصار كل قرن أسوأ من الذي قبله. وهذا